السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد لآخر تحديث للنموذج الأوروبي، حيث تشير إلى حالات قوية جدا كما تلاحظون. فالتساقطات للأسبوعين القادمين، يعني تقريبا أكثر من نصف السيناريوهات تقول أن التساقطات في الشمال الغربي ستكون أكثر من 500 ملم، أو قد تصل محليا إلى 800 ملم حسب بعض السيناريوهات، وستشمل مشمل الشمال الغربي، وقد تشمل كذلك المناطق الوسطى وجبال الأطلس، وتكون معتدلة قوية محليا في الشمال الشرقي، وكذلك معتدلة غزيرة في مناطق سوس بإذن الله. وسنرى يعني تسلسل هذه المنخفضات المتوقعة بإذن الله اعتبارا من الأسبوع القادم بإذن الله، حيث كما تلاحظون فتستمر التساقطات الغزيرة قوية غدا بإذن الله في الشمال الغربي في حدود 60 ملم 50 ملم كذلك يوم الجمعة، وربما يبدأ التساقطات تضعف يوم السبت والأحد، ولكن نلاحظ وصول هذا المنخفض القوي الذي كنا أشرنا إليه منذ 15 أو أسبوعين أو 10 أيام، حيث فهو سيكون شديد القوة ورياح، ويبدأ بالضربة الأولى يوم الاثنين كما تلاحظون 2 فبراير، حيث التساقطات ستكون أقوى، ربما أقوى في الشمال المغرب، تشمل كذلك المناطق الوسطى، وكذلك سوس تكون ضعيفة هناك. ولكن الضربة الثانية تكون استمرار تساقطات قوية جدا في الشمال الغربي، ولكن كما تلاحظون حسب تحديث هذا المساء، فربما نتيجة تيار نفاث قوي يدفع رطوبة قوية مع برودة، يدفع تيارات قوية قد تعطي تساقطات استثنائية، حيث كما تلاحظون في مناطق ربما قد تصل 150 200 ملم في يوم واحد، وهذه تساقطات شديدة نتيجة كما ترون هذا التيار المباشر الذي يتجه نحو المغرب. ولا نعرف بالضبط أين سيكون هذه الضربة القاسية كما أقول، هل ستكون فوق شمال المغرب أو في جنوب إسبانيا، ولكن الاحتمالية تقول أنه ربما سيكون متمركز أكثر في الشمال المغرب، حيث الضربة القوية تستمر كذلك يوم الأربعاء 5 فبراير، وتكون تساقطات أكثر شمولية. ونراقب هذه القوة، هذا المنخفض الجوي الذي سيدفع بتيار تقريبا أفقي، نفاث أفقي نحو المغرب، يدفع رطوبة قوية هناك. وربما سأفتح لنرى ما هي الاحتمالية لتلك التساقطات القوية، حيث تمت إضافة احتمالية أمطار قوية غزيرة قوية شديدة أكثر من 50 ملم، وأكثر عنيفة إلى استثنائية أكثر من 100 ملم في تطبيق ميتيو كومبار كما تلاحظون. وسنرى ضربة الأربعاء والخميس كما تلاحظون، فالتساقطات تكون مؤكدة. التساقطات القوية أكثر من 20 ملم ستكون مؤكدة في مجمل هذه المناطق الشمال الغربي بإذن الله، ولكن 50 ملم تكون مؤكدة في جبال شفشاون والمناطق وتقريبا ووزان المناطق المجاورة تقريبا باحتمالية أكبر من 80%. ولكن كما ترون، وهذا جديد في تطبيق ميتو كومبار، أكثر من 100 ملم في ظرف يوم واحد 24 ساعة كما تلاحظون. إذا بحثنا في كل نصف شمال الكرة الأرضية، فغير هناك احتمالية وحيدة في شمال المغرب. وربما هذا المنخفض الجوي القوي الذي هو إعصار ربما احتمالية، ولكن تبقى في حدود 10 إلى 20%. ولكن إذا راقبنا المغرب، فالاحتمالية تصل في نواحي شفشاون إلى 40 إلى 50%. هذا يعني أن نصف السيناريوهات المتوقعة للنموذج الأوروبي تتوقع أن تضرب ضربة قاسية في الشمال الغربي تكون أكثر من 100 ملم. نعم، هذه التوقعات هي قابلة للتغيير، ولكنها هذه الاحتمالية هي كبيرة لتساقطات عنيفة. ونلاحظ كذلك الخميس فالاحتمالية تصل إلى أكثر من 30%. ولذلك بإذن الله هذه التوقعات، ونلاحظ أن ربما نبحث عن مكان يكون الاحتمالية هو فقط في ربما شمال المغرب، وربما في شمال أستراليا الذي سيكون هناك إعصار فقط، وفي المناطق الأخرى فالاحتمالية أقل من الشمال المغرب بإذن الله. ولذلك يجب تتبع التوقعات الجوية في الساعات والأيام القادمة لنرى إن كانت تلك الضربة ستتركز، خاصة هذه الضربة الأفقية للتيار النفاث نحو الشمال الغربي، أو ستتحرك. وربما سأفتح نموذج مهم كذلك، هو نموذج المتوسط المدى في انحراف الهطولات، حيث أن
انحراف الهطولات الأسبوع المقبل ستتركز خاصة فوق، حيث أن من المعدل ستكون 150 ملم فوق المعدل الاعتيادي في ظرف الأسبوع، مما يعني هذا أن احتمالية أن تكون الضربة قوية هنا احتمالية كبيرة. وربما سأفتح كذلك مؤشر تطرف الهطولات 90 هو الرقم أكبر رقم يمكن أن يكون في التوقعات، وهو سيتمركز في الشمال الغربي للمغرب وكذلك في جنوب إسبانيا والبرتغال، وهذه المناطق الوحيدة في العالم التي لديها ذلك الرقم. شكرا لكم على تتبعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.